ازيكم عاملين ايه حبايب قلبي؟ بصوا انا النهارده كده جايه لكم بفيديو مختلف جدا جدا جدا. بس قبل اي حاجه ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب لو اول مره بتتابعوني. وحبايبي اللي متابعيني كده هتستفادوا جدا جدا من الفيديو، اوعوا تنسوا تحطوا اللايك. انا هنا كده ركبت المترو يا جماعه، واول ما ركبت كده نزلت محطه العتبه وغيرت ورحت ركبت الاتجاه التاني بتاع عدلي منصور، ونزلت محطة كلية البنات. يلا بقى نشوف كده هنعمل ايه. انا جايه لكم زي ما قلت لكم بكنز. الكنز دوت يا جماعة ارخص يعني ماركت في مصر الايام ديت، او ارخص ماركت في مصر عامة يعني. المهم بس تعالوا نشوف كده. طبعا طلعت هنا كده من محطة المترو زي ما انتم شايفين، بتطلعوا من محطة المترو على طول بتلاقوا الماركت في وشكم. يلا نشوف بقى بسم الله كده الحاجة اللي موجودة ايه. ده كده رز اكياس، الكيلو عامل 24، وده الرز البسمتي اللي انا بستخدمه، الكيلو كان عامل حوالي 65. وطبعا بقى فول وخل وزيت وسكر. بصوا بقى يا جماعة، السكر ده حلو جدا جدا، الكيلو عامل 18 جنيه ونص. طبعا انتوا عارفين السكر بره بكام. والمكرونة ديت اللي هي بتبقى بالخضار وبالسبانخ، الاربع اكياس ب50 جنيه. وطبعا اشكال حلوة قوي، وتوابل بقى وزيت زيتون وزيت عادي. وطبعا زي ما انتم شايفين كده الاسعار اهيت. وكمان بقى في مصنعات برجر وسجق وسوسيس ولانشون وكمان يعني لانشون فراخ كده. واهم ركن طبعا كلنا كنا رايحين بسببه هو ركن يميش رمضان وحاجات رمضان. ركن طبعا يميش رمضان وحاجات رمضان زي ما انتم شايفين كده. قمر الدين طبعا الاسعار كانت بتبدأ من 35 لحد 55 حسب النوع اللي انت عايزاه. عايزه اقول لكم ان كل حاجه موجوده يا جماعه زي ما بيقولوا كده من الابره للصاروخ يعني، وكل حاجه موجوده باسعار زي ما بقول لكم. كل حاجه كده موجوده من الابره للصاروخ. حتى يا جماعه كمان شاي الربيع ده كان نازل عليه عرض حلو جدا. انا صراحه جبت الباكت ده كله على بعضه. طبعا كلنا عارفين شاي الربيع وغالي ازاي. والنسكافيه الجولد ده كان ب35. عايزه اقول لكم بقى بالمناسبه، المكرونه ديت الاربع اكياس كانوا ب20 جنيه، الاربع اكياس ب25 جنيه. والبلح واسعاره برضو كانت حلوه جدا. وفي زبيب مصري وزبيب ايراني. واليميش والمكسرات برضو يا جماعه اسعارهم حلوه جدا جدا. المهم انا كنت فين؟ انا كنت في علوش. طبعا يا جماعه الاسم غني عن التعريف، كلنا عارفين علوش من بورسعيد. ويعني انا صراحه لما بروح بورسعيد على طول لازم ان انا اروح عنده. بس الحمد لله فتح لي فرع هنا كده في شارع كلية البنات، زي ما قلت لكم كده، وزي يعني ما شرحت لكم العنوان بالظبط. بصوا بقى طبعا اللبن دوت الاربعة ب90. وبصوا يعني ايه، دي اول حاجه كده انا دخلتها جبت باكيت شاي الربيع. عايزه اقول لكم بالمناسبه لو عايزين تاخدوا اي كميات خدوا مفيش اي مشكله، هو الاربع علب الصغيرين ب25. انا خدت باكيت على بعضه لاني انا بجيبه صراحه غالي جدا من بره. والزيت دوت يا جماعه كان تقريبا ب42 ونص، والحجم اللي اقل عامل 36 جنيه. طبعا اول ما دخلنا كده الشوكولاتات، طبعا كل الشوكولاتات اللي هناك يا جماعه مستورده مفيش حاجه مصري. واسعار يعني فوق الخيال. طبعا بقى في صوصات وفي الشاي. عايزه اقول لكم ان الشاي دوت والكرك وعلي كافيه والحاجات دي فظيع. انا مجربه علي كافيه كذا مره منهم، ومجربه شاي الكرك رهيب. وادي طبعا كده البسكوتات بقى والشوكولاتات يعني بصوا الحاجه هي زي ما قلت لكم يعني كله مستورد يا جماعه. والاسعار زي ما انتم شايفين كده، مقارنه لو هتجيبي الحاجه من بره انت مش هتلاقيها بنفس السعر ده. كل حاجه قلت لكم موجوده من الابره للصاروخ. في كده ديت التلاجة بتاعت الجبن. بعد كده دخلنا على التلاجة بتاعت المجمدات. انا صراحه يا جماعه ما جبتش اي حاجه غير برجر بس، وجبت البرجر اللي هو الفريش فارم طبعا غني عن التعريف، وانا مجرباه كذا مره. حاجه كده يعني اكتر حاجه يعني اكتر نوع برجر انا استريحت فيه. وده كمان كده الركن بتاع العطاره، كل العطاره موجوده فيه وكل حاجه فريش. عايزه مثلا تاخدي الحاجه حصى وهو يطحنها لك قدامك مفيش اي مشكله. عايزه تخليها زي ما هي حصى كده وتاخديها تطحنيها في بيتك تاخديها مطحونه برضو اللي يريحك. هنا طبعا يا جماعه ده الركن بتاع الجبن. وانا في الوقت ده كنت بدوق اللبنه رهيبه يعني بجد طلعت خطيره. خلصنا بقى كده الركن بتاع الجبن، وندخل بقى على ركن الشوكولاتات والمكسرات والكاندي. وشايفين بقى بصوا ده ركن الدلع بالنسبه لي. المهم لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب كده. والفيديو عجبكم ولا مش عجبكم؟ انا هعمل لكم فيديو بالحاجات اللي انا جبتها.
بعد كده طبعا بقى الصلصات والكاتشب والمايونيز والحاجات بقى والصوصات والخل. المهم برضو الركن دوت يعني من اللي هو ايه برضو المفضل كده بالنسبة لي. المنظفات والمناديل، شاور، شامبو، حاجات غسيل الاطباق وحاجات الغسيل العادية، وديت حاجات خاصة بالحموم كده. بعد كده الركن بتاع المخبوزات، زي ما قلت لكم كل حاجة اللهم بارك موجودة في المكان. عارفين يا جماعة بقى، يعني بجد بجد بصوا الحاجة هنا يعني هتدخلي هتجيبي كل حاجتك، ما عنديش اي مشكلة. طبعا انا جبت جبنه كيري برضو هوريها لكم. الفوانيس بقى ديت تنفع كده لو هتاخديها في رمضان هديه، يعني حلوه قوي قوي للاطفال هيفرحوا بيها. المكان زي ما قلت لكم علوش، ما تنسوش اللايك والشير.